البسبوسة الدمياطي أو البسبوسة المكرملة هنعملها بكل خطواتها بكل سهولة. لو عايزة تعملي طريقة بسبوسة جديدة وزهقتي من الطريقة التقليدية، يلا بينا نجربها. أول حاجة هنكرمل السكر بالطريقة دي زي ما انتم شايفين، مش هنقلبه خالص إلا لما يبدأ يتكرمل معانا. أنا هصور لكم الخطوات كلها عشان تعرفوا تعملوا. أتمنى لو بتتفرجوا على الفيديو تعملوا لي فولو ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ولو بتشوفوه على اليوتيوب ياريت تعملوا لي سبسكرايب. هنا هو بدأ يتكرمل معايا، قلبته وهبدأ انزل عليه بالسمنة بتاعتي. انا كنت حاطة هنا كوباية الا ربع سمنة علشان عاملة نص كيلو سميد بسبوسة. هنزل عليه بمعلقة عسل جلوكوز وهبدأ ادوبه بالراحة، وبعد كده هقفل عليه واسيبه يهدى خالص، وبعدين هنزل عليه باللبن، نص كوباية لبن. كده الخليط بتاعي جاهز. بقى هحضر المكونات الجافة بتاعتي اللي هحط عليها الخليط ده. نص كيلو سميد بسبوسة، ومعلقتين دقيق، وكمان معلقتين كبار جوز الهند، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر أو نص معلقة كبيرة، وهنقلبهم كويس وننزل عليهم بقى بخليط السكر المكرمل. هننزل بالخليط ونقلب بقى بالراحة خالص، احنا ما بنعجنش البسبوسة، احنا بنقلبها. في الوقت ده لو حسيتي العجينة محتاجة لبن، ممكن تزوديه لبن بسيط جدا لحد ما تلاقي العجينة بتاعت البسبوسة معاكي سايلة مش متماسكة. انا حضرت عندي صينية كبيرة ودهنتها طحينة، وهنزل بقى عليها بالبسبوسة بتاعتي وافردها كويس واقطعها قبل ما ادخلها الفرن. طبعا بندخلها على فرن درجة 180 ويكون سخن، وبنسيبها لحد ما تستوي طبعا، وبعد كده نطلعها نسقيها بالشربات بتاعنا. بنفردها كده زي ما انتم شايفين ونقطعها قبل ما ندخلها الفرن. بعد كده بسقيها بقى بالشربات بتاعي. الشربات بتاعي خفيف مش تقيل، عبارة عن كوبايتين سكر وكوبايتين مية وعصرة ليمون، وطبعا ممكن نضيف ليه معلقة عسل جلوكوز لو حابين. وبس كده بنسيبه لما يبدأ يغلي، وهننزل عليه بكيس فانيليا ونسيبه خالص، ما نقلبوش الا لما يبدأ يغلي. هنقلبه بقى تقليبة بسيطة وننزل بعصرة الليمون، وبس كده بنسيبه بعد ما بنعصر عليه الليمون 7 دقايق كده، وبعد كده بنقفل عليه. طبعا بنحط العسل سخن على البسبوسة وهي سخنة، وبالهنا والشفا.